واحدة من أشهر الإمبراطوريات في التاريخ، تركت بصمة قوية على الرغم من قصر عمرها وكثرت عنها الأحاديث. نشرت الرعب في نفوس البشر أجمعين. قامت على يد رجل طموح يدعى جنكيز خان، لكن ما لبثت أن انهارت بعد تحقيق المجد والنصر الكبير. إنها أكبر إمبراطورية متصلة على الأرض أثناء القرن الثالث عشر. بدأت قصتها في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، عندما كانت سهول شرق آسيا موطنا لمجموعات متفرقة من القبائل المغولية. كانوا يعيشون في خيام ويعتمدون على رعي الماشية والأغنام في الأماكن التي تتوفر فيها المياه والعشب. ربما لهذا السبب كانوا ينتقلون باستمرار بحثا عن الغذاء أو هروبا من البرد، وكانت هذه القبائل تغزو بعضها باستمرار، إلى أن قرر رجل ذكي يدعى تيموجين توحيدها، وهو ابن زعيم إحدى القبائل المغولية. فقد رأى أن أفضل وسيلة لكسب ولائهم هو تحقيق الاستقرار لهم ودعم اقتصادهم بذكاء وحنكة، ومنع فتح دفاتر الماضي من خلال تشتيت جنود القبائل التي غزاها. وفي عام 1206 كان قد انتهى من مرحلة التوحيد، وغير اسمه إلى جنكيز خان، والذي يعني ملك ملوك العالم. زعم جنكيز خان بأنه قد كلف بغزو العالم كله بأمر من إله يدعى تنجيري، ما جعل الجميع ينصاع لأوامره، فأي معارضة تكون بمثابة تمرد على الإله، وهذا يعود بالخسائر الحتمية على الجندية. واستطاع غزو العديد من أجزاء العالم. وفي عام 1227 توفي جنكيز خان وانتقل الحكم إلى عائلته، وبدأ خلفاؤه في غزو الأتراك في آسيا وأمراء الروس، واستطاعوا تدمير جيشين أوروبيين، وصارت كوريا تابعة للمغول عندما وقع الملك معاهدة سلام مع المغول. واستولى هولاكو حفيد جنكيز خان على بغداد عام 1258، وصارت الخلافة العباسية تابعة للإمبراطورية المغولية. لكن لم يستطع المغول التغلب على قوة الطبيعة، وعندما أمر قبلاي خان وهو حفيد جنكيز خان بشن حملات ضد اليابان، واجه الأسطول المغولي إعصارا قويا ما أدى إلى القضاء على 60 إلى 90% من قوة الإمبراطورية. وأطلق اليابانيون على تدخل الطبيعة هذا اسم كاميكازي أو الريح الإلهية. كان اعتمادهم على استخدام أحدث الأسلحة والاستراتيجيات الحربية هو السر وراء نجاحهم خلال وقت قياسي في غزو الأرض، وطوروا نوعا جديدا من الأقواس الخاصة بهم، بحيث يكون السهم المنطلق من القوس أسرع، ويستطيع الجنود استخدامه بسهولة في الحرب. وعزز جنكيز خان حكمه من خلال تزويج بناته من أبناء الأراضي المحتلة، وحرص على أن تكون بناته هن الزوجات الرئيسيات. ترك المغول الحكام الأصليين للبلاد يحكمون فيها، لكن تحت اسم المغول، ولم يعارضوا حرية الأديان، واحتكروا أمهر الأطباء والمهندسين والحرفيين، وأرغموهم على الاستقرار في بلادهم، وازدهرت حركة التجارة. ولأن التاريخ حكم على جميع الإمبراطوريات بالموت في وقت ما، جاء دور الإمبراطورية المغولية، فقد ترك جنكيز خان قيادة الإمبراطورية لعائلته من أبناء وأعمام وأبناء عمومة، ما خلق مجالا للتنافس. وتدخلت النساء الوصيات على أبنائهن فازدادت المشاحنات. وفي الستينيات من القرن الثالث عشر قامت حرب أهلية شتتت الإمبراطورية إلى 4 ممالك منفصلة، واحدة في الصين وهي سلالة يوان أسسها قبلاي خان وهو أحد أحفاد جنكيز خان، الثانية في إيران، والثالثة في آسيا الوسطى، والرابعة في أوروبا الشرقية. لم تصمد تلك الممالك الأربعة كثيرا، وانتهى عصر الإمبراطورية المغولية عام 1335، لكن لم ينسها التاريخ قط.